أعزائي طلاب تالتة إعدادي، أهلا بيكم. هندرس مع بعض السهول الفيضية في العالم، وهنعرف أهم السهول اللي موجودة في كل القارات. وزي ما احنا عارفين إن ده موجود في درس تضاريس العالم اللي بندرس فيه كل قارة على حدة. وزي ما ظهرت قدامنا دلوقتي، قارة آسيا فيها مجموعة من السهول الفيضية في العالم، وهي سهول هامة موجودة في قارة آسيا، زي مثلا سهول سيبيريا، ودي موجودة في شمال القارة، واللي موجود فيها أنهار أوب ويانسي ولينا، وبتصب في المحيط القطبي الشمالي. وسهول سيبيريا بتفقد أهميتها في الشتاء بما تفسر لأنها تتجمد. ده بالنسبة للسهول الشمالية في قارة آسيا، بالإضافة إلى نهر اليانجستي، وده موجود في شرق الصين، حتى اسمه كده بان إن هو صيني. كمان نهر السند، وده بيصب في البحر العربي. عندنا كمان في شرق القارة سهول منشوريا، وهي تقع في شرق قارة آسيا. إذا لازم نعرف كل نهر والمصب الخاص بيه، بالإضافة أيضا إلى نهري دجلة والفرات، ويصب في الخليج العربي. تاني قارة عندنا وهي قارة أفريقيا. قارة أفريقيا فيها مجموعة من الأنهار، هندرس منها جزء من هذه الأنهار، زي مثلا سهول نهر النيل اللي هي موجودة في مصر والسودان، وبتصب في البحر المتوسط. عندنا كمان سهول نهر الكونغو، ودي بتصب في المحيط الأطلنطي زي ما هي موجودة كده عندنا في الخريطة. عندنا كمان سهول نهر النيجر، ودي بتصب في خليج غينيا. إذا لازم نعرف فين المصب بتاع كل نهر، وكمان نعرف النهر ده موجود فين على الخريطة، لأن ممكن يجيلي سؤال على الخريطة يكتب لي عليه رقم، ويبقى مطالب مني أذكر اسم السهل أو النهر اللي موجود على الخريطة. كمان عندنا نهري أورنج ولمبوبو، ودول موجودين في جنوب القارة. إذا لازم أعرف اسم النهر وكمان المصب الخاص بيه. بالنسبة لتالت قارة هي قارة أوروبا. قارة أوروبا فيها مجموعة من الأنهار، زي مثلا عندنا نهر الفولجا، وده أطول أنهار أوروبا، وبيصب في بحر قزوين زي ما هو باين دلوقتي قدامنا على الخريطة. بالإضافة إلى نهر الدانوب، وده بيصب في البحر الأسود. إذا لازم أعرف اسم النهر وكمان المصب الخاص بيه. ونهر الراين، وده في قارة أوروبا وبيصب في بحر الشمال. ونهر السين، وهو موجود في هضبة فرنسا الوسطى، يعني موجود في دولة فرنسا. إذا لازم أعرف الأنهار والمصبات الخاصة بيها. القارة اللي بعد كده بتتمثل في قارة أمريكا الشمالية. قارة أمريكا الشمالية فيها مجموعة أيضا من الأنهار، زي سهول نهر نيلسون، وده بيصب في خليج هيدسون، وده في شرق القارة. كمان سهول نهر الميسيسيبي، ودي بتصب في خليج المكسيك. وسهول نهر سانت لورانس، وبيصب أيضا في خليج سانت لورانس. إذا نعرف الأماكن كويس جدا يا سنة تالتة على الخريطة والمصبات الخاصة بيها. أما بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية ففيها سهول نهر الأورينكو، وده بيصب في البحر الكاريبي، ودي في شمال القارة. وسهول لابلاتا، ودي بتضم أنهار بارانا وباراجواي ولاباتا، ودي بتصب في المحيط الأطلنطي زي ما هي موجودة كده قدامنا على الخريطة. وكمان عندنا سهول نهر الأمازون، ودي أوسع سهول فيضية موجودة في العالم، وبتصب أيضا في المحيط الأطلنطي. دي بالنسبة للسهول اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية. القارة اللي بعد كده وهي قارة أستراليا.
وقارة أستراليا بتتميز بوجود نهري ميري ودارلينج، ودول بيصبوا في الخليج الأسترالي الكبير. إذن هي سهول متسعة موجودة في قارة أستراليا وبتصب في الخليج الأسترالي الكبير. إذن كده درسنا مع بعض مجموعة من السهول الفيضية في العالم، وزي ما تعودنا هنبتدي نجيب خريطة صماء ونوزع عليها أهم الأنهار ونعرف المصبات اللي خاصة بيها. وفي النهاية بتمنى لكم النجاح والتفوق الدائم.